أهلًا بيكم في الحكاية بالبلدي. النهارده هنتكلم على ترند حصل اليومين اللي فاتوا دول لازم كنا نتكلم عنه. الفنانة ميرفت أمين. الفنانة ميرفت أمين عندها 76 سنة، تزوجت 8 مرات، آخرهم رجل أعمال. آآ دي الزيجة التاسعة ليها، اسمه كامل علبة. كامل علبة ده ليه قصة. هو كان من رجال الأعمال بتوعة القروض. والقضية بتاعتهم اتعرفت باسم قضية نواب القروض، لأنه هو كان عضو في مجلس الشعب. فخدوا قروض من 3، 4 بنوك تقريبًا كده، وكانوا هربوا من مصر سنة 2010. المهم اللي هو سوى أوضاعه ورجع مصر وشركاته اشتغلت تاني ومصانعه. هو بيشتغل في مجال المقاولات. وبالصدفة هو مُقيم في فيلا جار الفنانة ميرفت أمين. والسائق عند الفنانة ميرفت أمين هي طردته، فاشتغل في الفيلا اللي جنب منها عند رجل أعمال كامل علبة. فميرفت أمين لمّا شافت السواق بعد ما طردته كل يوم ييجي الفيلا اللي جنب منها، فراحت سألت عرفت إن هو اشتغل في الفيلا ديّة. فدخلت لصاحب الفيلا اللي هو كامل وقابلته، وحصل حوار بينهم، فابتدى إن هم يتعرّفوا على بعض، وهنا ابتدت القصة اللي هو التعارف على بعض من الطرفين. والمفاجأة إن كامل علبة هو أصغر من الفنانة ميرفت أمين ب20 سَنة. يعني هي تقريبًا 76 سَنة السنة دي، هو تقريبًا 56 سَنة أو 58 سَنة. عمومًا دي كان أمر غريب، وده كان trend، والtrend ده لازم كنا نتكلم عنه، بتاع الفنانة ميرفت أمين. ميرفت أمين اتجوزت 8 مرات قبل كامل علبة. الزيجة الأولى ليها من المطرب السوري موفق بهجت، وكان اتمسك في قضية مخدرات في لبنان. جات بعد كده اتجوزت من فارس من فرسان نادي هليوبيلس تقريبًا. جات بعد كده الزيجة التالتة كان من عازف الجيتار عمر خورشيد. وابتدى قصة حب بينهم كبيرة يعني، بس هم اتطلّقوا بسبب هي قالت إن عمر خورشيد كان عرف ملكة جمال الكون، وإن هو حبّها، اللي هي جورجينا رزق. فطبعًا على فكرة جورجينا رزق ديّة اللي كان متجوّزها الفنان محرّم فؤاد، وهنبقى نعمل عنهم حلقة قريب جدًا عن محرّم فؤاد، لإن هو مطرب كبير جدًا ولازم نتكلّم عنه. إنّما هي بتقول اتطلّقت من عمر خورشيد لمّا عرف جورجينا، وإن هو طبعًا حبّها. وعمر خورشيد قال إحنا ما كناش بنتقابل أنا وميرفت أمين في وقت زيجتنا ما كناش بنتقابل كتير يعني. عمومًا ده كان الزيجة التالتة ليها. جات بعد كده اتجوزت من رجل أعمال الرابع ليها اسمه مصطفى السيد، وده هي كان حصلت قضية نصب، وكان هو عايز آآ يستولي على فلوسها، وكان عايز يشتغل رجل ليها يعني زي مدير أعمالها يعني. جات بعد مصطفى السيد اتجوزت الزيجة الخامسة ليها من الفنان محمود أبيل. وبعد كده الزيجة السادسة ليها كان من الفنان حسين فهمي. وحسين فهمي هي الزيجة الوحيدة ليها اللي خلفت منها بنتها منة، اللي كانت اتجوزت برضه الفنان أحمد فهمي واتطلقت منه. ييجي الزيجة السابعة ليها من المنتج الفلسطيني حسين القلة. وبعد كده الزيجة التامنة من رجل الأعمال المصري مصطفى البليدي. أمّا كان الزيجة الأخيرة ليها اللي هي تاسعة كامل علبة، دي كانت تاسع زيجة ليها، وهي ابتدت خلاص يعني تنافس بقى تحيا كاريوكا، ووصلت للمرحلة اللي هي إيه، فوق ال10 يعني. أمّا هي أصلًا من المنيا، من أب مصري وأم اسكتلندية، حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس. انتشرت في التمثيل أيام الجامعة،
وابتدت تاخد أدوار البطولة طبعًا في السبعينات والتمانينات، وكانت نجمة كبيرة طبعًا في السبعينات والتمانينات ميرفت أمين. دي كانت قصة حياة ميرفت أمين، وقريب إن شاء الله بإذن الله هنعمل حلقة عن الفنان الكبير محرم فؤاد، عن السيرة الذاتية. شكرًا على المتابعة، وما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرًا.